بيشكركم جدا. بيشكر المصريين كلهم والنادي ونطقت اسم باشيكو بطريقه صحيحه. انطباعه ايه عن مصر وعن المصريين منذ القدوم؟ ايجابيه وايجابيه، وبالذات لما انا جيت هنا وحسيت بيها. وعظمه البلد دي في الناس المصريين. وابونا ما عملتش حاجه لان الزمالك نفسها اسم معروف عندنا، فمش محتاج ان انا اسال عنه. او الكره المصريه بشكل خاص بسبب مانويل جوزيه فينجادا كاجودا، فاسم الكره المصريه معروف هناك في البرتغال. فاوريدي كان عندي فكره قويه جدا عن الزمالك وعن الكره المصريه. السبب في اصراره انه يكون معاه طاقم مساعد مدرب ومدرب احمال عند خدوم نادي الزمالك. بيقول ان طبيعي جدا الواحد يشرك معاه الناس اللي واثق في قدراتهم وعارفهم، يعني وفي ثقه بينهم وبين بعض. وبالرغم من كده وده مش معناه، ده معناه كمان ان هو كمان بيثق في الجهاز الفني اللي معاه هنا. ومن دلوقتي جهاز فني مصري او مساعديه برتغاليين هو واحد، جهاز واحد. نفس الاهميه، نفس التراست، الثقه. مانويل جوزيه مدرب برتغالي صنع تاريخ كبير ومجد هنا في مصر، بيصعب مهمته مع نادي الزمالك، خاصه ان التاريخ ده كان مع المنافس مع النادي الاهلي. هو اوريدي مانويل جوزيه دربه في سبورتنج قبل كده، وعلاقتنا قويه جدا وكويسه انسانيه بينهم وبعض كمان. وبالرغم ان هو هنا ليه اسم في مصر، ومش عايز اقول معبود يعني محبوب هنا ومحبوب برضه هناك في البرتغال، ومحبوب منه شخصيا. ده بيزود مسؤوليه الكبير اكثر. لان مانويل جوزيه شخص مخلص، يعني بيتكلم بصراحه اونست. وشوفوا ماضيه في مصر بيتكلم عنه يعني. هنشتغل كويس وهنشتغل جامد. وانا بس واثق في النادي وواثق في اللعيبه اللي معايا. وعندنا اراده ان احنا نشتغل ونقاتل في الملعب لحد اخر دقيقه.